دي ورقة ضغط دولية. دي عبارة عن خنجر في قلب المنطقة، في قلب مضيق باب المندب، جزيرة سقطرى اليمنية، قطعة من الجنة في قلب المحيط الهندي، لكنها تحولت لقاعدة عسكرية أمريكية إسرائيلية. وهناك نقطة سيطرة على مضيق باب المندب وخطوط الملاحة اللي بتغذي قناة السويس، واللي بالتالي بيأثر على مصر عسكريا واقتصاديا. ومن فوق سقطرى بيقدروا يراقبوا كل سفينة، كل ناقلة بترول، كل حركة تجارية بتعدي من آسيا لأوروبا. واليمن نفسها مفككة، الشمال بيحكمه الحوثي والجنوب بيتقسم لبعض فصائل ولائها تابع للخارج. والحوثيين شعاراتهم فوق للسماء: الموت لأمريكا، الذل لإسرائيل. لكن على الأرض وفي الحقيقة ولا طلقة واحدة توجهت للقواعد الإسرائيلية اللي في القرن الأفريقي اللي بينها وبين اليمن بضعة أمتار. هنا نسأل سؤال: إزاي الحوثي يقدر يضرب أبو ظبي، السعودية، ولكن على بعد أمتار قليلة في القرن الأفريقي في إريتريا أو جيبوتي في قواعد إسرائيلية موجودة؟ إزاي ما يقدرش يضرب عليها طلقة واحدة؟ واللعبة أكبر من الشعارات، وأوامر الأمريكان أقوى من أي صاروخ. وسقطرى النهاردة مش بس أزمة يمنية، دي ورقة ضغط دولية وسلاح للضغط على مصر قبل أي حد.